بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنبدأ كده أول حاجة بالصلاة على الرسول، وهنبدأ على طول. معانا روتين قوي جدا جدا جدا. معانا أول حاجة، يعني كنت بحضر الغداء لحماتي. مش حماتي وبس، يعني هي حماتي وناس تاني معاها، عشان كان في حالة وفاة، وكان حماتي بصراحة ليها يوم كامل ما أكلتش، وغير اني سلايفها وكده برضو ما اكلوش، فصعبوا عليا بصراحة. فقلت لها لا خلاص، انا بكرة بإذن الله هجيب لك الغدا. فعايزة اقول لكم ان انا كنت صاحية من 8 الصبح في اليوم ده عشان خاطر الحق اودي لها الغدا، لان احنا عندنا عوايدنا بنطلع الصواني وكده. في الصعيد يعني بنطلعها الغدا، بنطلعه على اذان الظهر. اذان الظهر بالظبط بنكون مطلعين الصواني بتاعت الغدا. فانا حبيت بصراحة اودي لحماتي بدري عشان تقدر تاكل وتقدر تكمل اليوم. فيلا بينا. اول حاجة حطيت الحلة البروستو دي عشان تغلي، عشان تنجز معايا برضو في الوقت، عشان هسلق اللحمة. بعد كده على طول انا نقلتها في العين الكبير عشان تنجز معايا، لاني انا عيون البوتاجاز ما يعني كانت صعبة جدا في اليوم ده، كانت ضعيفة جدا جدا جدا. وهنا كان في مواعين بصراحة من العشاء، كنت راجعة من الواجب، من الجنازة يعني، وما قدرتش، كنت فاصلة خالص. يعني احنا كنا بنرجع الساعة 2 من الواجب، فكنت خلاص يا دوب بحضر لهم العشاء الأولاد، وكنت بنام واصحى على الواجب. فما كانش معايا وقت خالص، يا دوب بس صحيت أنا وقلت الحلة دي لغاية ما تغلي، قلت أغسل شوية المواعين. وطبعا انتي وبتغسل المواعين الاستغفار والصلاة على الرسول والتكبير، شوفي الذكر المحبب ليكي تقوليه. أهم حاجة بس ايه، عشان طول ما انتي تغسلي المواعين بتلاقي ان حاجة كده جات في بالك، طاقة سلبية بقى أو أيا كان طاقة إيجابية، فخليها دايما تبقى حياتك كلها طاقة إيجابية. ودايما انتي وبتغسلي المواعين، انتي وبتمسح، انتي بتنظفي، دايما خلي فيه ذكر كده مفضل ليكي، وكل الأذكار طبعا مفضل لينا كلنا. هنا كنت خلاص خلصت المواعين، وكانت خلاص يعني لله الحمد، كانت الحلة كانت خلاص يعني ابتدت تغلي معايا، لقيت فيه شوية مواعين، قلت ايه خلاص هكملها بالمرة. وعايزة اقول لكم ان اليوم ده فعلا فعلا اقسم بالله كان صعب جدا جدا، لان الجنايز عندنا صعبة جدا وطويلة، وما بتخلصش، يعني مش زي بتوع البحري او مش زي بتوع القاهرة، اللي هم الجنايز بعد العصر او بعد المغرب او على حسب الصلاة. لا، احنا عندنا الجنايز بتقعد 3 ايام. 3 ايام بيبقى فطار وغدا عشاء. المفروض ان احنا اهل المتوفي يعني ما بيطلعوش يعني اكل، بس انا بصراحة طلعت، لان انا لقيت حماتي مش راضية تاكل خالص. فقلت لا، انا هعملها، انا هخليها تاكل يعني. هنا دي عايزة اوريكم الطاسة، اللي هي طاسة حديد، حديد زهر. انا عادي بنجحها، وبعد ما بنجحها على طول بغسلها بالسفنجة. هنا بس السلكة كانت خشنة شوية، المفروض ان هي سفنجة تبقى ناعمة. وهنا حطيت برضو في الحلة مية، وخليتها تغلي على الاخر، وحطيت فيها الفاصوليا وغطيتها، قلت عشان برضو اسرع في عملية السوى معايا. انا عايزة اليوم كنت عايزة انجز يعني في الغدا، لأن برضو انا صحيت الساعة 8، لكن لغاية ما جات لي اللحمة كانت يمكن تقريبا كانت الساعة 10:30. فكان اليوم صعب جدا. هنا وصلت اللحمة، فعلى طول مسكتها كده وعلى طول قطعتها على طول. وهنا برضو كنت حاطة الحلة التانية اللي انتوا شايفينها دي من ورا، كنت حطاها وحطيت فيها شوية سمنة وغطيتها، قلت عشان برضو عايزاها تسخن عشان اعمل اللي هو الطبيخ اللي هو الفاصوليا. جبت اللحمة كده وسميت الله، صليت على الرسول، وبديت ان انا اقطعها عشان تبقى الحاجة، خصوصا اللحمة او الفراخ لازم تسمي، وبعد ما تسمي تشهدي عشان تتأكد ان هي حلال. وبعد كده بتبتدي ان انت تصلي على الرسول او تسمي او تذكر الله، وتبتدي ان انت تقطعي على طول. ببدأ كده اقطعها،
وبعد ما ببتدي ان انا اقطعها، طبعا كل ده والميه كانت الحله كانت بتغلي خلاص. يعني اول ما جيت غلت لله الحمد كانت على طول اللحمه وصلت، قطعتها وخليتها برضو، غسلتها شويه ونقعتها برضو عشان اتاكد ان مفيش اي دم كده او اي حاجه هتنزل منها. جبت بقى المفرمه بتاعتي وحطيت فيها شويه بصل، كام بصلايه كده، وحطيت على طول ابتديت ان انا افرم. انا كنت في اليوم ده بعمل كذا حاجه مع بعض. اول ما اتفرمت كده الحله كانت بتاعتي سخنت، وحطيت فيها شويه، هحط بقى شويه سمنه، هحط شويه زيت، شوف المتوفر عندك ايه. وهنا بتاكد ان هي اتفرمت كويس جدا، لان انا اهل جوزي يعني ما بيحبوش خالص. حماتي بالذات ما بتحبش اي بصله تكون باينه، ربنا يديها الصحه والعافيه، بس هم متعودين على كده. مش عارفه ازاي يعني البصل ما بيحبوش خالص باين في الاكل، وانا اتعودت على اكلهم برضه. يعني انا برضه بيجيت ان انا ما بحبش البصل يبان في الاكل. حطيت بقى كده في الحلة شوية سمنة على شوية زيت، وحطيت البصلة، حطيت بقى شوية بصل كده كويسين عشان يدوا طعم ونكهة حلوة كده في الفاصوليا. انا ما عملتش اكل كتير، بس انا حبيت ان يعني كان الاكل حلو، ان هو الاكل مش بكتره. بحط كده مع البصلة رشة ملح، وببتدي ان انا اقلبها عشان اخليها تحمر وتدبل معايا بسرعة. شايفين؟ مركزين لغاية اللحظة دي الحلة البروستو لسه ما غلتش، أخدت فترة طويلة جدا. يعني انتوا مركزين ان كمان العين ضعيفة جدا. هنا غلت معايا، حطيت فيها على طول اللحمة، كنت غسلها كويس مرة واتنين وتلاتة، بغسلها كويس جدا جدا جدا. بغسلها، وبرضو عشان برضو لو في حتت كده من الريم من على الوش ببتدي ان انا اشيلها، وهحط كده حتتين بصلاية كده حلوين. وحطيت بقى الملح والفلفل ورشة السكر. انا الاكل كله في اليوم ده ما عملتش، ما حطيتش اي بهارات غير ملح وفلفل بس وكزبرة، لان انا يعني معايا حماتي وكده ما بتحبش اي بهارات، ما بتحبش غير الملح والفلفل والكزبرة بس. فاحترمت طبعا رغبتها، فما حبيتش ان انا احط اي اكل. بقفل كده الحلة، ما صدقت يعني اللي هو عمالة اقول لها ما صدقت ان انت تغلي، فهقفل عليكي عشان تستوي بسرعة. وادي هنا لله الحمد برضو البصلاية كانت اتحمرت، كانت دبلت شوية. هحط لها بقى الطماطم، طماطم معصورة او طماطم جاهزة. يعني انا دي طماطم انا مسبكاها في البيت وبحطها في الفريزر، وبطلعها على طول على على الاكل يعني، تكون متسبك. وهنا الفاصوليا برضو، بس هنا الفاصوليا هسيبها برضو تستوي شوية لان انا عايزاها تلتين سوا. فهحطها على العين التانية، هحولها على عين تاني، وهحط الحلة الكبيرة عشان اعمل الرز. عايزة كله يستوي مع بعض في يعني في توقيت واحد، عشان لما بدل ما اسخن ارجع اسخن واكل يكون استوى واكل لا، فيبقى كله مع بعض. فاهميني؟ اكيد فاهمين. بعد كده على طول بحط الرز كده. طبعا غسلته، بيتغسل كويس الرز لان الرز يعني مش مركة. اول ما سخن حطيت شوية سمنة على شوية زيت ونزلت بيهم بالرز، وابتدي ان انا اقلبه لغاية ما يتحمر. هنا لله الحمد الفاصوليا كانت تلتين سوا، وحطيتها في مية ساقعة عشان توقف السلق. وبعد كده على طول حطيتها على الصلصة عشان تاخد من التسبيكة وتتسبك وكده مع بعض. وهسيبها شوية يعني كده يتسبك مع بعض. بعد كده على طول هغطيها عشان ياخدوا. حطيت شوية صلصة برضو عشان كنت عايزاها فيها صلصة كتير. هغطيها بقى عشان اتأكد ان هي تسبكوا مع بعض الفاصوليا والصلصة. هنا الرز كان بيبتدي ان هو خلاص يبتدي ياخد لون، او لا هنا كان حمر، بس مش عارفة ليه الكاميرا مبيضاه يعني، بس بالرغم ان هو كان احمر خالص.
هنزل بقى بالكمية التانية. شايفين كله مع بعض، يعني انا بعمل الصلصة مع الفاصوليا، بعمل قصادها الرز، وقصادها خالص بسلق اللحمة. هحط بقى البهارات بتاعتي، الملح والفلفل، وهبتدي ان انا كده هتلاقوني ان انا فتحت الحلة عشان حبيت ان هي تبقى معمولة، كل الاكل يبقى معمول بشوربة لحمة. يعني ضفت بس شوية بسيطة من المية، بس كان الاغلب شوربة اللحمة. وانا بحب كده، يعني دايما بحب ان انا اطبخ شوربة اللحمة. ماليش انا في المرقة ولا الكلام ده كله. اهو ضفت بقى شوية تلتين الرز كان مسقي شوربة، وربع كده حطيت فيه شوية مية وقلبته كده وهسيبه يغلي، وبعدين كده على طول هوطي النار كد شمعة كده هخليها، وبعدين على طول هغطيها اهو. وهنا لله الحمد برضو الفاصوليا كانت اتسبكت مع الصلصة، برضو حطيت لها شوية شوربة كده حلوين على قد ما تغطيها. هنا بس حبيت اصفيها عشان اي ورق لورا او الفلفل الاسود ما يبقاش نازل كتير يعني. هخلي بقى كده الشوربة تبقى حلوة على قد ما تبقى في سوى الصلصة والفاصوليا، وهسيبها برضو تتسبك، وهكون هغطيها اول ما تغلي، هوطي النار برضو واسيبها تتسبك شوية. وهنا اللحمة طبعا ما كنتش حاطه في الاول لحمة ملح، فحطيت لها ملح وهغطيها برضو عشان اللحمة نفسها لما يجوا ياكلوها تبقى مبهرة كده. هنا طبعا كانت لسه اصلا ما استوتش، فانا قفلتها تاني واتاكدت ان هي مقفوله كويس عشان تاخد السوا التمام. بس كده هتاكد ان الفاصوليا اهو تاخد الغلوه، وبعد كده على طول هغطيها واوطي عليها. هنعمل بقى هنا السلطه، ان احنا لازم السلطه. جبت الطماطم وببدأ كده ان انا اقطعه. شايفين؟ ملاحظين ان كل ده مع بعض، انا بعمل كل حاجه في وقت واحد. ببدأ ان انا اقطع الطماطم. طبعا بنبقى غسلينها كويس بالخل، وغسلينها شاطفينها كويس بالمية عشان ما يبقاش فيها اي ميكروب، وايدينا بنبقى غسلينها كل شوية عشان محدش بس يقول لي انت ليه بتمسك الحاجة بايدك. يعني طبيعي نمسك الحاجة بايدينا، طول ما ايدينا مغسولة كتير يبقى كده تمام. ابتدي ان انا اقطعها كده كويس، وبعدين خيار برضو بنبقى غسلينه كويس. ببدأ ان انا اقطعه كده تقطيعة كويسة. ولو وصلت لهنا يا ريت، لو انت اول مرة تشوفيني يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي الجرس، ولو يا ريت فضلا وليس امرا يا ريت تشجعيني كده بلايك وكومنت حلو، ويبقى بارك الله فيكي طبعا. هنا كانت لله الحمد ان الاكل استوى واللحمة استوت، اللهم بارك. والسلطة عملتها، وقطعت برضو فلفل رومي، وقطعت البقدونس والكزبرة، وبهرتها يعني وحطيت لها زيت وسبتها. وبعد كده لقيت بقى اللحمة استوت فطلعتها وصفيتها، وعلى طول حطيتها في الطاسة بشوية سمنة، هحط اللحمة، انزل باللحمة عشان تاخد التحميرة. واللهم بارك. لله الحمد طبعا، ده فضل من ربنا ان الاكل كله استوى مع بعض، والاكل كله كان طعمه سبحان الله، الكل كان لله الحمد بيشكر في الاكل. وهنا عارفين الطقم ده اللي كنت شايلاه لرمضان؟ لا، جه اوانه قبل رمضان فطلعته بقى. انا طبعا هستخدم العلب اللي هي العريضة، مش هستخدم الطويلة، هشلتها انا. هستخدم العلب العريضة. وحطيت بقى
العلبتين الكبار حطيت فيهم الرز والفاصوليا، وواحدة من الصغيرين دول حطيتها فيها اللحمة، وواحدة حطيت فيها السلطة، وبرضو حطيت يعني يعتبر حطيت علبتين سلطة. ادي هنا اول واحدة دي هحطها، شايفينها هحط فيها الرز، وحطيت فيها كل كمية الرز يعني. انا بحب اطلع حاجة زي كده، ما بحبش اسيب اي حاجة في البيت غير حاجة بسيطة جدا. انا بقى ما سبتش حاجة البسيطة دي، طلعت على طول كل حاجة. يعني الاكل كان معمول لحاجة معينة، فحبيت ان انا اطلعها. شايفين؟ وادي هنا عبيت بقى. هنا بقى انا ضفت تاني علبة سلطة، ضفت تاني سلطة، والحمد لله. وكمان كنت مسخنة عيش، طلعت عيش اهو، وحطيت المعالق، وكل حاجة لله الحمد.